السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أخي الكريم أختي الكريمة في درس جديد على قناتكم American Street أو شوارع أمريكا باللغة العربية. اليوم سوف أقوم بإعطاء معلومة جديدة وبالنسبة بالنسبة للفائزين في القرعة الأمريكية وليست لديهم بكالوريا أو نهضر بالدارجة. الناس اللي باغيين يدفعوا للقرعة وما عندهمش البكالوريا ولكن عندهم تجربة. اه غادي نسطر على هذه التجربه او الاكسبيرينس ولا آه تكون عندك اكسبيريونس. لذلك عفوا غنقوم بشرح غنقوم بشرح هاد لي زيتاب هادو الا كانوا متوفرين فيك هاد الشروط هذا راك مؤهل للقرعه. ولا ربحتي في القرعه ان شاء الله بحول الله غتجي للولايات المتحده الامريكيه بجهد الله. لذلك الا ما كانش عندك بكالوريا غتكون عندك تجربه ديال عامين، ولكن هذه التجربه اللي تتكون عندك فيها تتكون خدمتي عامين ماشي في اي مجال. كاينين المجالات اللي يقدروا ياخذوك بالنسبه زعما تقبل في القرعه واخا ما عندكش الشرط ديال البكالوريا. لذلك انا غادي عندي واحد السيت غادي نشرح لكم كيفاش تكونوا مؤهلين للقرعه الامريكيه وانتم ما عندكمش بكالوريا. لذلك غادي نشرح السيت وغادي نشرح ايطاب باغ ايطاب باش ان شاء الله تكونوا باش تعرفوا باش الا كنتم من صدد هذه القائمه هذه راكم ان شاء الله بحول الله مؤهلين للقرعه بدون بكالوريا. ولذلك ماشي هذا الشيء كافي، غادي يكون واحد الشرط اخر غادي نخليه من بعد. غادي نشرح هاد الخصائص هادو. تنجيو لهذا السيت هذا اللي غادي نحط لكم لتحت. غادي نحط لكم المهم هذا هو السيت ديالي. غادي تلقاو فيه السيت اللي تيديكم الخصائص ولا المهن المقبوله هنايا في الولايات المتحده الامريكيه واللي تتمكنك بالفوز بالقرعه، فوز بالتاشيره الجرين كارد هنا للقدوم الى الولايات المتحده الامريكيه بدون بكالوريا. لذلك صعيب تجي للولايات المتحده الامريكيه بدون بكالوريا، ولكن الا كانت عندك تجربه ديال عامين في هذه المجالات اللي غادي نوريك دابا ان شاء الله بحول الله وبفضل الله غادي ان شاء الله تجي. كندخلوا لهذا السيت اللي غادي تلقاو تحت الرابط تحت هذا الفيديو ديالي. غتجيو لهنايا هذا هو السيت سميتو one2online.org. تتكليكو على السيت تجيو لهنايا. غادي تجيو عفوا هذه هي الواجهه ديال الويب سايت. تتجيو تتخليو عليكم هادشي كامل اللي الفوق. تتجيو لهنايا جوب زون عفوا تتجيو لهنايا تتقلبوا على المهنه ديالكم، المهنه ولا الاكسبيريونس اللي نتوما دوزتوا فيها عامين. لذلك كنصح الناس كاينين هنا بزاف ديال المهن، ولكن كنصح الناس الا كانوا يجيو هنايا الزون جاب زون 4. هنايا الا لقيتي المهنه ديالك هنايا في 4 ولا في 5 ان شاء الله بحول الله راه غادي تقبل في القرعه ديال الولايات المتحده الامريكيه بدون بكالوريا. لذلك صعيب حيت كاينين مهن هنا صعاب، ولكن اللي توفرت فيه هاد الشروط هادو ان شاء الله بحول الله غادي تقبل. بغيت نقول غادي تقبل. تندخلوا لزون 4 كنكليكو على جو كيخرجوا لنا هنا هما شنو نقول لكم، هادو هما المهام ولا الخدمه ديالك. الا كنتي متوفر على عامين ديال الاكسبيريونس في هاد المجالات هادو ان شاء الله بحول الله غادي تقبل في القرعه سون بكالوريا. لذلك راه كاين هنايا كاونتنس، كاينين بزاف ديال المجالات هنايا. غادي تقلب مزيان راه مازال هنايا غادي تلقاو هنايا بزاف ديال الخدمات. كمبيوتر نتورك هادي كاينه كمبيوتر نتورك سيبورت سبيشاليست، كمبيوتر سيستم اناليسيس. كاينين بزاف هنايا. ان شاء الله الا لقيتي تقلب هنايا تلقى المهنه ديالك اللي خدمتي فيها ولا اللي خدمتي فيها عامين 5 سنين للاخرى.
ماشي تكون دوزتي فيها عامين، تكون شي ألف 1999 ولا المهم 5 سنين الاخرى تكون خدمتي عامين في هاد انرجي انجينير بروكرز. كاينين بزاف فاينانشال اناليسيس، كاينين بزاف هنا هاد المهن. الا لقيتي الخدمه، الا لقيتي المهنه ديالك هنايا في الزون، في زون 4 4 ولا زون 5، عفوا، تجيو لهنايا، تجيو زون 5. ها هو الزون 5. تتقلب تتقلب على المهنة اللي خدمتي فيها عامين. English language and literature teacher. هذه الناس اللي عندهم البي اي ولا شنو نقول لكم، لا ليسونس في لونجلي ولا الماستر ولا شي حاجه. هادو بالناس اللي عندهم الباك، هادو خلاص مقبولين هادو. المهم كاينين بزاف ديال المهن هنايا. الا كنتي خدمتي فيهم عامين وعندك شهاده العمل فيها عامين، في الوراق فيها عامين، غادي نقول لك تقدر تقبل في القرعه الامريكيه. ما نطولش عليكم. هذا من ناحيه، هذه من ناحيه ديال الا لقيتي العمل ديالك هنا وكانت عندك اكسبيريونس ديال عامين في هذا المجال هذا. والناحيه الثانيه اخي ولا اختي، خص تكون عندكم لونجلي مزيانه، حيت الشرط شويه صعيب، حيت لونجلي، حيت هنايا ما تكونش عندك بكالوريا، تكون عندك غير اكسبيريونس. لذلك تيبغيوك تجي باش تخدم هنايا، ما تجيش باش تجلس ولا تنعس. لذلك تيبغيوك شويه تكون تقرا شويه لونجلي، تكون تعرف تهضر مع لونجلي، وتكون عندك واحد تعرف توصل الفكره وتعرف تقنعهم. هادشي اللي بغيت نقول، كيفاش تقنعهم بلا راه انت عندك واحد الكفاءه. لذلك خص تكون شويه لونجلي عندك مزيانه. لذلك من تكون تهضر مع القنصل، حاول نتايا تقول داك الشيء ديالك، وتحاول انت تقنعه بالراي ديالك. ما يزربش عليك ولا يقول لك لا بلا 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 وتسكت. ما تسكتش، عطي داك الشيء اللي عندك، خرج داك الشيء اللي عندك. غير هي الشرط الاول هو اللي خصك تكون عندك التجربه، والشرط الثاني تكون عندك لونجلي مزيانه. الا ما كانش عندك بكالوريا. اما الا كانت عندك البكالوريا راك الا تقبلتي في القرعه هانئا لك. لذلك الناس اللي ما عندهمش لونجلي قراو لونجلي من دابا. الناس اللي ما توفقوش في القرعه ديال 2017 قراو لونجلي، قراو لونجلي، شريو كتاب، شريو. انا كنت تنشري غير كتوبه ديال تلقاهم في الزنقه ب 100 ريال 60 ريال، فيهم لونجلي، فيهم ترجمه بالعربيه ولونجلي. تبقى تنقراهم قبل ما ندخل الجامعه ولا سميتو. كنت تنقرا اي كتاب تنشريه ب 100 ريال، 60 ريال، 3 دراهم، تنشريه تنقراه حتى الخضار الفواكه وداك الشيء راه، وكيفاش المحادثات. وعندي واحد السيت، الناس اللي باغيين يتعلموا لونجلي راه عندي واحد السيت زوين، حتى نعطيكم السيت، حتى تفكروني باش نعطيكم السيت ان شاء الله بحول الله. وهنيئا لكم الناس اللي خداو اللي فازوا في القرعه. هنيئا لكم الناس اللي ما نجحوش في القرعه. قراو لونجلي وقراو لونجلي